كوكو لي في جيسبر راكم كامل بخير وصحتكم تكونوا مليحه. قبل ما نبداو لا فيديو نتاع اليوم صلوا على حبيب الخلق عليه افضل الصلاه والسلام. لاول مره تشوف قناتي مرحبا بك زينه. ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتخلي لي جام هكذا باش يوصل ليك جديد فيديوهاتي، وتفعلي ايقونه الجرس باش كل ما نحط فيديو يوصل لك الاشعار. وبلا ما ننسى نرحب متتبعاتي الوفيات، مرحبا بكم كامل في قناتي. اليوم راني جبت لكم وصفة التين الشوكي، وصفة جتني بزاف واو، يعني برك الكاميرا خيبتني سينو، يعني الواقع احلى واحلى، كأنه يعني صح عندي قدامك. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم حبيبة قلبي نمر مباشرة المقادير تاع هذه الوصفة. انا هنايا التين شوكي نتاعي راح نديرو بالجلبانه. نتيا تقدري ديريه بالزيتون، تقدري ديريه بلا صوص بلانش، تقدري ديريه كيما تحبي نتيا. انا هنا راح نديرو بالجلبانه. عندي جلبانه، بصله صغيره كنت رابيتها، وعندي صدر نتاع دجاج ثاني رابيته مع حبه صغيره نتاع بصل، ماشي بزاف، حبه صغيره برك. هنايا في كوكوط ولا طنجره كيما تحبوا. انا هنا كان راح الحال شويه سي بوغ صح حبيت نديرو، يعني راح ندير في الكوكوط. نتوما تقدروا ديروا غير في هذاك الطاجين المروكي. هنا حكمت درت القليل من الزيت، ضفت عليه هذه اجنحه الدجاج هكذا باش يطلقوا لي البنه، وضفت البصل وضفت الجلبانه، وبديت نضيف التوابل اللي هما ملح، كزبر، فلفل اكحل ورند وكركم. راح نخليهم يتقلاو كامل مع بعضهم ومن بعد نمرق. توجو الماكله يعني اللي تخلوها تتقلى فيها وتخلوا البصله هذيك تدبل كامل وتروح من هذيك الريحه، راح تجيكم بزاف بنينه. يعني الدجاج يطلق البنه نتاعو والبصله ثاني، المهم راح تجيكم الماكله بزاف بنينه، خير من كيما تمرقوا ديريكت. ومن الاحسن يعني تمرقوا بالماء السخون. كاين شي صوالح يعني يتمرقوا بالماء البارد، كاين صوالح يعني يتمرقوا بالماء السخون. هنايا انا راني مرقت غير شويه برك وخليتها، هي غلات حوالي 5 دقائق وانا زدت مرقت، وما مرقتش بزاف وما درتش كميه كبيره، درت كميه مليحه. وفي جهه اخرى رحت باش نتبل الدجاج نتاعي اللي كنت رافيته مع حبه صغيره نتاع بصل، درت له غير شويه ملح وشويه كركم وشويه فلفل كحل، هذا مكان. وانتوما لكم الاختيار، لكم الخيار، كيما حبيتو ديروا، حبيتو زيدوا ضيفوا كزبر كيما حبيتو. ومن بعدها راح نضيف شابلور. اول مره انا نضيف الشابلور يعني في الدجاج، في البولياشي تاعي. توجور يعني نحب نزيد نضيف الفرماج مايونيز هكذا باش يجيني طري، مي باش يتشكل لي يعني على شكل هندي لازم، ولا تين شوكي كل واحد وش يقول، لازم تضيفي له هنايا شابلور. راح نخلط انا بيدي باش نحس القوام، نعرف اسكو يعني راهو قوام مليح نقدر نشكل ولا لا. حكمت يدي هنا بليتهم بالزيت، دهنتهم بالقليل برك من الزيت، وراح نبدا نشكل التين شوكي نتاعي. بالنسبه للتشكيل كيما تحبوا، انا فريمون يعني كي بديت هنا نحضر وكنت مزروبه الشكل نتاع حبه التين شوكي راح لي. شكلت يعني غير هكذاك برك، ما الديكور يعني ما ديكوريتش بيا، ديكوريت بالزربه هكا، هزيت سانوج وديكوريت غير بالزربه. نتوما يعني الا كان عندكم الوقت تقدروا تخرجوها بزاف واو. وفريمون يعني يقول لك تاكل عين قبل الفم، وتاع الصح تاكل عين قبل الفم. كي يكون يعني طبق قدامك الله يبارك، اي شهي ديكوري الله الله، تشبعي قبل ما تذوقي. مي كي تكون يعني مانيش عارفه الديكور ما هو ديكور منا، ما تكون الماكله بنينه وما يكون يعني الطبق الله الله عليه، بصح كي ما يكونش مديكوري ما تحسيش كاع بلي راهو طبق مليح. انا صراحه نحب ناكل بعيني قبل فمي، ولو يعني نقلي حبه نتاع بيض برك نحب نديكوريها بحبه زيتون من الفوق. المهم البنات راح نشكل كامل يعني التين الشوكي نتاعي بهذه الطريقه. ما عرفتش نشكله، حبه درتها صغيره وحده كبيره وحده عوجه، المهم يعني النتيجه جات واو. بعد ما ديكوريتو يعني جاني بزاف واو بورطون، يعني كما قلت لكم حاجه نتاع زربه في زربه. هنايا طفيت الجلبانه نتاعي كانت طابت، راح نحي اجنحه الدجاج
هكذا باش يخلوا لي يعني لي سباس باش نطيب البولياجي نتاعي. راح نديرو في الكوكوط ونخليه يطيب حوالي 5 دقائق ولا اقل. راح نغطي عليه يعني هذاك الفار اللي يطلع يعاود يرجع للدجاج ثم يطيب يعني بلا ما تقلبوه بلا والو. كيما راكم تشوفوا راح نحط البولياجي نتاعي كامل ولا كويرات ولا كيما حبيتو سموهم، هندي تنشوكي كيما يحب لكم الخاطر يعني راكم مخيرين. واللي تحب يعني تحشيهم بالفرماج باش تشكلهم هكذا على شكل تين شوكي تحشيهم تاني. انا ما حشيتهمش يعني درتهم غير هكذا برك، ومع هذا والله العظيم غير جاو روعه 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 يعني فريمون ما شبعناش بيهم، جاو ما شاء الله ما شاء الله شكلا ومذاقا. هنا يا حبيباتي خليتهم ميم با 5 دقائق ونحيتهم، يعني ما يكونوا ما طابوش مليح 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 الداخل، عادي راكم رايحين تقليوهم يعني ورايحين يطيبوا لكم بيان. هنا حكمت كسرت حبه نتاع بيض، ضفت لها شويه نتاع ملح ماشي بزاف شويه، بس كل الدجاج فيه الملح وشابلوغ فيه الملح. ومن بعد حكمت ندير البولي نتاعي نديرو في البيض ونعاود نرمدو في الخبز اليابس كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه حتى نكملت كامل الحبيبات نتاعي. والشكل شكلهم كيما تحبوا نتوما، تحبوا ديروهم صغار تحبوا ديروهم كبار، مي يعني حاولوا كيفاش ديروهم كيما الحبه نتاع التين الشوكي. لشتا بالتقريب لشتا ماشي نفس الحبه نتاع التين شوكي مي بالتقريب كيما درتهم انا. هنايا حكمت حطيت الزيت سخن مليح مليح، ومن بعد بديت نقلي في الحبيبات نتاعي. هنايا ضروري الزيت يكون شويه بزاف يعني ما ديروش غير شويه، ديروا حتى تتغطى الحبه ولا تتنصف، المهم هكذا باش يطيبوا لكم على الجناب مليح. شوفوا انا حباتي كيفاش جاو بزاف هايلين، جاو حموره حموره ما شاء الله. كيما قلت لكم يعني راهي غير الكاميرا برك خيبتني خيبت ظني سينو يعني والله غير جو ما شاء الله. انايا عندي فرماج تاع شيزي تاع الشرائح، شوفوا كيفاش راني حنديكوري الحبيبات نتاعي. ويكون في علمكم يعني هذا راهو الديكور نتاع الزربه برك، لو كان جاي يعني عندي وقت ومن نديكوريهم خير من هكذا. ومع هذا جو واو 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 يعني ذوقا وشكلا وكل شيء. راح نحاول انا نسوي الحبه كيما هكذا يعني نعدلها، ومن بعد من الفوق راح نديكوريها بالسانوج. بالنسبه للسانوج حاولوا ما تكثروش يعني ديروا غير حبات خفاف برك. انا هاني قلت لكم كي جيت نديرهم تلمو عندي بزاف يعني ما درتش هذا الطبق، وكي جيت نديرهم يعني نسيت حتى الحبه نتاع التين شوكي كيفاش دايره، والله غير نسيتهم وكنت مزروبه يعني باش قال ندير كل حبه سانوج نحطها واحده، حطيت كيما هكا مع بعضهم برك. ومع هذا جو روعه روعه يعني جو بزاف ملاح. نتوما خدموهم بعقلكم يعني، وهذا طبق يعني تاع ضيوف متاكده بلي يعني اللي ديروه راح تبهر به العائله نتاعها ولا الضيوف نتاعها. كيما قلت لك تقدري تقدميه كيما يهوالك خاطرك، تحبي ديريه مع الزيتون مع الجلبانه مع اي طبق يعني حبيتي ديري غير مع لاصوص برك يعني ديري له لاصوص بيشاميل كيما تحبي يعني نتيا. شوفوا هنا انا كملت شكلت كامل الحبيبات نتاعي، راح ندخلهم للفرن غير شويه برك هكذا باش يصفر لي. شوفوا هذو الحبات اللي كانوا سخونين يعني كنت ديجا يعني جيست ما خرجتهم نحيتهم من المقله، حطيت الفرماج من الفوق كي ذاب الفرماج هذاك عليهم ولات الحبه صفراء. مي كي تدخلوها للفور وتخرجوهم خلوهم حوالي 5 دقائق يعني ما تقدموهمش، رايح الفرماج هذاك يبس بزاف على الدجاج ويعطيك هذا اللون يعني الذهبي الرائع كيما الحبه نتاع التين شوكي. نتمنى ان شاء الله الوصفه نتاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ما تدوش الوصفه وتهربوا، خلوا لي جام، خلوا لي الاثر نتاعكم الجميل، خلوا لي كومونتير حلو كيما نتوما يحفزكم. وهنا يا حبيبات قلبي وصلنا لنهايه الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله حبيباتي خليكم بخير وعلى خير، وما تنسوش تصلوا على حبيب الخلق عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. بيزو.